مرحبا. هذا ترامب واش كيدير يا بنت الناس؟ انت واش كدير هنا؟ يا ولد ربي يسهل ربي يسهل. نوض عليا نوض عليا روح ليا. هيا يلا سي حد بشرف من طريق مخدم. مش من شرف هذه مش من شرف. ما كان حتى مرحبا. انا قالوا لي النهار متفاهمين في العقد باللي حريه مطلقه. بيان سور تفضل. هي خلاص واش راكي ديري؟ نقدموا في النشره. النشره هذه نشره تقدميها هكذا. مالك هو تلقي روحك انت دي كونتراكتي. خلينا لك اللي والله نقعدوا ولا كيفاه ندير؟ تفضل كاش قهوه كاش اتاي كاش. كي نطلعوا الفوق. نطلعوا للفوق. مره انا طالعين. راك مصر انك تحضر معنا في الجوله. نقعد والله نقعد. كيما تحب. انا نفضل اني نقعد. ها قعد. يا ربي يا سيدي الكراس هذو من جبتوهم لو كان نطيح ما نعرف راني مسوري ولا مانيش مستسلم. يا طفل راني مسوري ولا لا يا استناي. هضري لوطوني راني ساكن بروحي باه ما وش تربي. جابك؟ وش جابني انا؟ صراحه يعني الدخول ديالك للاستوديو هنا كيفاه استوديو؟ مرحبا بك. الله يسلمك راني وليد النهار دركا. هاي طاحت راسها ثانيه. مرحبا بك. الله يسلمك. نعم. كيفاش حتى جيت لهنايا؟ جيت جابوني رجليا وقبل ما يجيبوني رجليا خممت مليح وقلت نروح لقناه النهار. وعلاش خيرت النهار؟ خيرت قناه النهار لانها قناه تاع الكبار. هذا مكان هذه هي توسامبلومو. اذا نقدر نحاورك في حاوريني كما حبيتي يا حزره. نحاور 300 كما انت. بما انك اخترت تقعد في هذاك الكرسي اذا نراك موجد انك تكون عندك حوار. الكرسي هايل الكرسي. صحتك. الله يسلمك. شيخ النووي يعني هو اسم الشهرة ديالك. نعم. ايه معروف انك مقدم برنامج سياسي ساخر. تتناول فيه احداث وطنيه. حدثنا ربما عن من اين تستوحي افكارك ولا نهضر معك بالدارجه؟ يا هضر كيما حبيتي. تعرفي اللغه الدارجه؟ هاو لازم. هاي يا روحي ما تخرجش عليك اللغه الدارجه. تستوحي الافكار ديالك؟ الافكار تاعي حاجه نقول لك انا زعما نلعبها سيريو زعما شخصيه كبيره انايا. لا الافكار كيف قلت لي لنا منين تستوحي الافكار ديالك كيف حتى شوفي ربما هذا المجال. خلاص خليني نهضر سيدك طولتي. الافكار سهله. الافكار روحوا للجزائر العميقه، روحوا للقهاوي، روحوا للمارشيات، روحوا للاريات، روحوا جمشوا في الطرقان للقرى للدشور. هذا مكان تلقاي تستوحاي. هذا مكان قضيه راهي في الميدان في التيره. كاين ناس راهم قاعدين في الاستوديوهات والكليماتيزور والدنيا وكل حاجه تدور وما على بالهمش راه صاري برا. الجزائر العميقه فيها كلش. والنووي فيها بالحقيقه. النووي راه في كل مكان. النووي راه في الشرق راه في الغرب راه في الشمال في الجنوب في الصحراء. النووي هو المواطن الجزائري البسيط المنوي اللي فايق بهم. فايق واش راه صاري. يقولوا باللي الشعب ولا المواطن الجزائري ماهوش مؤهل ولا ماهوش مسيس. في الحقيقه لا. الشعب الجزائري مسيس ومؤهل. غيب الحرام ما يدخلش روحه وخلي الامور الناس اللي مختصين في هذا الشان. ولكن الناس اللي مختصين في هذا الشان ما قاموش بالدور تاعهم كما ينبغي. لهذا انا واش قلت؟ انا قلت الناس هذو مادام راهم يتمسخروا بينا. هذو الناس اللي راهم يتمسخروا بينا قلنا هما يتمسخروا بينا احنا نتمسخروا بهم. هذا مكان تساملموا. والقضايا اللي نهضروا عليها قضايا يعرفوها كاع الناس. كي نقولوا مثلا لا مشروع حابس ولا بوطو معوج ولا حفره في الطريق الناس كاع على بالها بالقضيه. ولكن حنايا نحاولوا كيفاه ننقلوها للمسؤولين بطريقه طبيعيه. لان المجتمع الجزائري يسخر من الحاله اللي راهي فيه. هيا روحي تفضلي زيدني سؤال واحد اخر. الصعوبات اللي تواجهها شيخ النووي باش حتى واش رايك قبل انا زين ولا طرام؟ يا هضري واش رايك بيناتنا بلا نفاق بلا ما واش خزري فيا تشوفي انا زين ولا طرام؟ جاوبني على السؤال. اسمع رايك تضحك على المباشره. واش من سؤال؟ الصعوبات اللي تواجهها باش تقدم حصه برنامج سياسي. يا طفله ما كان حتى صعوبات. راني عايش ناتورال طبيعي كما اي مواطن جزائري. خاطر لو كنت نروح نقولوا في اي قهوه في الجزائر ما تلقاش ربما. خليني نفهمك. ها تفضل. الحاله اللي راني نهضر بها انايا تروحي للقهاوي تلقاي مثلا واحد قاعد في كاش كوا في كاش قرنيه لما يسمع بتصريح تاع مسؤول ولا كاش حاجه صارت في البلاد يرد بطريقه ساخره عادي. لو كنت تسمعي له في 3 كلمات يلخص كاع التحليل بطريقه ساخره. هذا مكان. هذه هي الحقيقه. وزيد واش حبيتي تقولي؟ صراحة يعني التحاقك بقناة النهار كان قلت بأنه كان بمحض إرادتك. أنت حبيت يعني تلتحق بقناة النهار. أنا حبيت. ما تلقيتش ربما تهديدات؟ واش لغيت؟
تهديدات ولا ربما وتهديدات. انتقاد حبيت نسقسيه ها. التهديدات اللي يهددني يأذيني بإذن الله ولا بلا إذن الله سبحانه. ها خلاص كل حاجة بيد ربي. يا ربي لا كتب ربي به يأذيني إكس ولا إيكلاك مرحبا، ما دام تفوت على ربي سبحانه مرحبا. أنا لحد الآن ما هددني حتى واحد، راني في بلادي عايش حر طليق، الحمد لله. نمشي وين حبيت، نبات وين حبيت، ناكل واش حبيت، والإنسان يقنع ثاني، كاين لازم شوية قناعة، يقنع بالشيء اللي عطاه له ربي. وراني في بلادي حر، راني أنتقد وننتقد في المسؤولين، وننتقد في الحاجة اللي نشوف فيها، والحمد لله. والله غير بالعكس، لقيت الدعم من عند الناس اللي ننتقد فيهم، لقيت من عندهم الدعم، وهذا الشيء ما كنتش داير له حسابه كاع. هذه حقيقة ونقول فيها وانا في كامل القوايا العقلية، اخي هكذا يقولوا، كامل القوى العقلية، زعما راني والاخرين كاع راهم طالعين. تفضلي زيدي. يعني صراحة يعني لما فكرت أنه تتوجه لقناة النهار، ما كانش عندك ربما خوف أو ربما أنه أطراف من أحبابك ربما لا أدري، أنه اليوم يعني صراحة حتى نفتح قوس يعني يقولوا على قناة النهار أنها قناة الشتاء. شوفي، وأنت معروف أنك بانتقادك معليش شوفي يا بنت الناس كيف يسموه؟ إيمان. أختي إيمان، شوفي لما نهضروا على الشتاء، جميع الناس الله يدير في خدمة مقابل تعتبر شتاء. لماذا؟ لأنه الإنسان لما يمد وقته من عمره ويدي عليه مقابل يولي يخدم ويشيت. كيفاش يشيت؟ يشيت في المنظور تاع المجتمع. كاين بعض الناس اللي هداهم ربي يشوفوا الإنسان اللي يخدم في خدمته ومريقل يبان شيات. يا سيدي مثلا خرنا على المباشر تعودوا ثاني كشمات ها؟ على المباشر. يا سيدي مثلا النويشيات، يا اللي راك تقول في النويشيات انت ماك شيات، هيا ورينا واش دير. انا بالشتاء تاعي استطعت انني ارفد القبن على بعض الناس، والجزائريين راهم يسمعوا فيها في قناه النهار في 45 ولايه. سقسوا عليا في الجلفه 48 كيف؟ لا مازالوا 3 ولايات ما نكذبش، ما رحتش ليهم ان شاء الله، راني جاي ليهم ان شاء الله. 45 ولايه وين رحت ان شاء الله، والحمد لله راهم يشهدوا نطلب الشهاده تاعهم امام الله. وين نروح نتيري 10 رصاصات، 7 نجيب، خطره نجيب 6، خطره نجيب 4. كاين حوايج حضرنا عليهم، تحركت السلطات ودارت حاجه زينه. هذه تعتبر شتاء. الى عادت هذه الخدمه راني ندير فيها تجيب فائده للمجتمع الجزائري وبلادي، يا سيدي انا شيات. انتم ماكم شياتين، ورونا واش راكم ديروا. دوك سامبلومون. حدثنا ربما على اللباس تاعك الخاص. اللباس في الحقيقه اللباس تاعي انا بسيط. انا لبستي كاع لو كنت تديها للسوق ما تفوتش 1000 دينار جزائري. المهم انا نوي مستور الحمد لله، نحوس السطر، انا ما يهمنيش لكن الماركه. الطريقه ربما في زعما لازم نلبس حاجه نقولوا كروكوديل هذاك اللي حال فمه ولا ياه. انا المهم راني مستور، ما يهمنيش انا القريفه والماركه. لا تحدث ربما عن طبيعه اللباس، انما عن طريقه تاع اختيارك اللباس، الشاش على الراس. الشاش تاع جدودنا الاصاله. انا ملي نشفى جدي عليه الله. كرافطه معوجه. وكرافطه انا كرافطه واش راح لي بها، المهم نديرها وخلاص. علاش ديرها؟ نديرها زعما باه ما نساقش فيا التلفزيون. انا كرافطه برا ما نديرهاش، ولكن في التلفزيون نديرها. زيدي شكش ما تسقسي. بالنسبه للبرنامج، على اخترت ربما برنامج سياسي ساخر تنتقد فيه المسؤولين، خاصه انه هذه البرامج معروفه بقوتها في العديد من القنوات العالميه. نشوفوا انه في كل هذه الحصص اللي تناول هذا النوع من او القنوات اللي تناول مثل هذا النوع من البرامج الخاص بانتقاد السياسيين بطريقه سخريه، يعني بسخريه. علاش انت بالضبط اخترت هذا المجال، ومن اين استوحيت ربما؟ نقدر نقول لك اولا الساحه الاعلاميه ما فيهاش هذه اول. كان سابقا نفهمه. لا دوكا تعرفي انا راني نهضر على الوان ما نشو. بالك تقول لي نوي ما يعرفش. انا راني نهضر على الوان ما نشو. عفوا. في الحقيقة أنا درت في بالي وقلت باللي المشاهد الجزائري راح من كثرة كاين الزخم، أنتم تقولوا الزخمة، كاين نعم الحالة كاينة، البرامج العادية واش راهم يقولوا لك في الريجي راني جايبها؟ ياه راني جايبها مليح. تفضل. اي صح. قلت لك من خلال الشيء اللي كاين أنا على بالي باللي المشاهد يمل، يدخلوا شوية من الملل. عندنا القنوات الله يبارك راكي شاده الريمونت كونترول، انتم تسموه تيليكوموند، انا نسميه الريمونت كونترول. الله يبارك. اوكي.
يبدل. قال هذه نشرة الأخبار، بدل منا في وقت واحد نشرة الأخبار نشرة الأخبار نشرة الأخبار. أنا قلت وعلاه مش نجيب حاجة مقايرة. علاه به أولا تدير الفضول، الخطوة الأولى ديري الفضول. الناس الحاجة الأولى يحوسوا كاع عليها واش هي هذه. صح. لما يروحوا من الخطوة الأولى تاع الفضول تولي كاينة علاقة تاع الفضول يروح للاكتشاف، ومن بعد تولي فيه نوع من المتعة. الانسان كيفاه يدير؟ انا راني داير دراسه نفسيه للمشاهد الجزائري. لما من الخطوه تاع الفضول يولي كاين نوع من الولف. صح. ومن بعد كي يدخل في الولف تروح للعامل واحد اخر تاع الثقه. تولي لما تجيبي له لازم تكون فيها الصدق، ولازم تكون فيها لاكتواليتي. المشاهد راه موش المشاهد الجزائري من اصعب المشاهدين في العالم. راه ذكي المشاهد الجزائري، تعودي تقولوا تكلخوها له ولا فهمتي ولا لا؟ لازم تتعاملوا معاه بصدق وتعطوا له لاكتواليتي وتقيموه وتفهموه وتعطوا له ما قل ودل. اكيد. هذا ما كان. انه اغلب ربما المشاكل واقع الجزائريين اهتماماتهم اتخذتها انت كماده اعلاميه لحصه البرنامج ديالك. واش قلتي كيفاه الماده يعني الإعلامية؟ الماده الاعلاميه للبرنامج ديالك يعني تبنيها من خلال مشاكل واهتمامات وواقع الجزائريين وتعكسها انت بطريقه ساخره حتى توصل رسائلهم للمسؤولين هكذا. هي في الحقيقه الهدف كاين زوج اهداف. باش الهدف رانا لوبجيكتيف موش غير المشاهد، لوبجيكتيف الثاني راه المسؤول. خاطر كاين طرفين في المعادله وانا جاي بيناتهم. لما انا نقولوا مثلا قضيه نهضر عليها، نهضر على المضرور هو المشاهد، ولكن نحمل المسؤوليه للمسؤول ونحاول كيفاش نربط بيناتهم. هذا ما كان بكل بساطه. ملاح. حتى نختم معك. ما تخدميش راه حلات اللي قاعد الوقت يداهمنا لازم. يا الوقت يا اخي راه هكذا انا دينا من وقت برامج اخرى. يا اخي راني انا مانيش انفيتي، راني وليد النهار ولا درتوا عليا. مرحبا بك مرحبا بك اكيد بكل السرور. حابين ربما اكيد المشاهد اليوم حاب يعرف لانه لما تابعنا بالامس الحصه ديالك في الختام كان يقول لك طالع هابط. احكي لنا على سر طالع هابط. وش الشيء هذا اللي طالع هابط ما فهمناش. الطالع والهابط هو يا اخي على بالك باللي كاينه اللي البورصات في العالم، البورصات تاع القيم تاع الاسهم في العالم كاع راه الناس عندها. احنا ما عندناش بورصه، عندنا بصح انه راه مثقف وراه ياخذ من البورصه باش يدير. يستني فاهم. الناس كاع عندها بورصات تتفاعل وفيها الخيرات. احنا البورصه تاعنا ملي خلقنا ربي وحنا عندنا بورصه حابسه ما فيها والو، ما كان والو، ما كان لا اسهم ما والو كونجلي. البرنامج داير كي البورصه كي وول ستريت ولا ناسداك. تعرفي وول ستريت؟ تعرفيها؟ ناسداك ونايكاي. الاسهم ندخلوا المسؤول مثلا كي يدير تصريح ولا يدير كاش خدمه دارها، نجيبوه للبورصه يسموها بورصه النووي طالع هابط. اذا كان دار حاجه زينه السهم تاعو نطلعوه ونشكروه ونقولوا لك طالع، ولا دار حاجه ماشي مليحه نقولوا لك هابط. وبالتالي باه نحذروه بلا راه هابط باش يسقم روحه الخطره الجايه. وحنا ما عندنا عداوه مع حتى واحد. جميع اللي يحمل الجنسيه الجزائريه وعنده الاصل تاع ابن الجزائر يكون ابن الجزائر خونا وحبيبنا، والغلطه كاعنا غلطوا. موش عيب كينا غلطوا، العيب كي نشوفوا رواحنا غالطين ونخلوا بعضنا في الغلطه. ربما نقطة حابة نسقسيك عليها. قول. إذا كان مازال الوقت شوية يقدروا يزيدوا لنا قسم البث. يا سيدي قالوا لي دقيقتين بزاف. الشيخ منوي فيما يخص لاحظنا أنه يعني في البرنامج ديالك البارح بالأمس لما تحدثت عن البطاطا والسردين السعر تاعهم اللي أصبح اليوم خيالي، حتى سعر أيضا الموز اللي راهو ديباسا يعني السعر المعقول. تقول طلع وزير تهبط وزير، يعني كيما تحب انت، يعني ما تلقاش ربما اتصالات من المسؤولين من والله شوفي باش يقولوا لك علاش تنتقدنا والله شوفي انا الحاجه اللي حيرتني ونقولها امام المواطن الجزائري ومشاهدين قناه النهار راهم يتبعوا فينا، تحيه من عبد النووي. شوفوا انا والله من اللي بديت البرنامج هذا والله غير لقيت كل الترحاب والدعم من عند ناس كنت طايح عليهم هابط ونمرمد فيهم، ولقيت من عندهم دعم. فيهم وزاره، فيهم ولات، فيهم شخصيات سياسيه، رؤساء احزاب، اطارات في الدوله. يعني استغربت قلت انا سبحان الله العظيم، وليت خطرات نقرص روحي نقول ذاك راني لا قد نحلم. وظهرت باللي حقيقه انا نقولها صراحه. يا جماعه الجزائر بالك خفت نقول واحد الكلمه بصح انا يا اخي انا يقولوا عليا شيات يقولوا عليا شيات نقولها ولا غنقولها. انا في نظريه ما كاش حريه تعبير كما في الجزائر، صدقوني. الحمد لله والله هذه نقولها
وربي راه يشهد والله العظيم والله 3 مرات غير راني نقول فيها من القلب من الاعماق، على حسب واش راني جريت وشفت ومشيت. والله ما كاينه بلاد فيها حريه تعبير كما الجزائر، ولكن الانسان لازم شويه يدير رقابه ذاتيه، يدير خطوط حمراء. دوك حنا كي نهضروا على قطاع، كي نهضروا البارح هضرت على شرقوم وزير الفلاحه، ما قلتش انا شرقوم حياته الخاصه ولا وليده ولا خاله ولا واش كلا ولا صباطه واش لونه، ما عندي حتى علاقه، انا جي با الدروا. انا هضرت على الاداء تاع القطاع تاعو، هو راه وزير. لكن في المقابل ما ثاني ما هضرتش على المواطن اللي يروح يشريها، ما اللي تكون لا غاليه لا بصح لا, يشريها. لا لا بالعقل بالعقل، حنا نهضروا على المسؤولين المواطنين اوتر شوز، خاطر حاجه واحده اخرى. المسؤول كي نهضروا عليه وننتقدوه، انا لو كنت تلاحظي جامي لكن المسؤول لما يشوف انه المواطن يمشي في نفس السياق اللي راه بصح يمشي يا عليه، يا لما ايمان يا لكن ايمان المواطن لما يا يقاطع ايمان الحاجة، المسؤول ماهوش في رزق بويو، ها هذا راه رزق الشعب الجزائري. بصح الشعب لازم والجزائر يعاقب رزق الشعب المسؤول بطريقه بالعقل لبقه. باش نتفاهموا، حطوا النقاط الحروف. المسؤول ايها كان يكفيه شرفا انه مسؤول في دوله في بلاد يسموها الجزائر اللي ماتوا عليها ملايين الشهداء، ويخدم يكون خادم للشعب الجزائري. فهمتي ولا لا؟ احنا كي نهضروا رانا ننتقدوا في الاداء تاعو في القطاع، وما قلناش حاجه عيب، قلنا له راك فشلت، قلنا له راك تقولنا كيما البارح واحد المسؤول تاع اللحوم قال اللحم 55 66 و60، كاين اللحم 50 في الجزائر؟ ما كانش هو تمسخر بينا. بالك نقول لك انا علاه ما على بالوش، خاطر هو ماهوش يشري فيه، كاين ناس راهم يشروا له فيه، وهذه حقيقه. صحيح. نشكرك شيخ النووي على هذه الزياره المفاجئه اللي قمتها اليوم بلا زياره، راني في داري، راني في النهار، والنووي يختار ويقعد في قناه النهار، ولو كان يعطوا له 100 مليار دولار. شكرا، الله يخليك. اللهم امين. نروح ولا نقعد؟ في عائلتك الثانيه كما حبيت، كيما جيت تقدر تروح. هيا روح.